بشكر الدكتور احمد الاول، وانا اخدت قرار كويس الحمد لله بتشجيع بنتي ليا، مع ان العمر يعني انا كنت يعني في اواخر الخمسينات، بس اخدت الستيب دي لان كان عندي خشونه جامده في رجليا، ورحت للدكتور العظم عشان اشوف انا يعني ايه المشكله دي ازاي. فقال لي مفيش ليكي علاج، لان احنا لازم نعمل مفصل صناعي في الرجلين. فقلت للدكتور طب انا لو خسيت وزني، لو خفيت الوزن ده هيبقى كويس على المفاصل؟ قال لي اكيد طبعا، كل ما يكون الوزن قليل كل ما يكون المفاصل مرتاح ونقدر نتحرك. فساعتها اخدت القرار، وبنتي بصراحه هي اللي اختارت لي الدكتور احمد المصري، وكان اختيار كويس بصراحه، مع ان السن يعني انا كنت في اواخر الخمسينات، فالحمد لله يعني لحقت نفسي. يعني دلوقتي 30 كيلو تقريبا؟ انا كنت 96 ونص ودلوقتي 66 ونص، يعني حوالي 30 كيلو. طب والركبه بقت كويسه؟ انا كنت الاول لما باجي انزل السلم كنت بنزل رجل ورجل، بنزل على رجلي السليمه شويه اللي فيها نص برضه تعبان واحمل بالرجل الثانيه. دلوقتي انا بقيت انزل بسرعه وبعمل نشاط بسرعه. بصراحه انت احيتنا من تاني، فحتى يعني اهلي ملاحظين ان انا بقيت اتحرك، بقول لهم انا عايزه انطلق في اي حته. الحمد لله ما بقتش الاول كسلانه ولا شايله هم الحاجه اللي عليا، وخصوصا ان لسه فاضل لي سنه على المعاش. ان شاء الله. شكرا.